بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده هنعمل ونقدم فيها مع بعض الفطير. هنعمل مع بعض فطير مشلتت بطريقة سهلة وبسيطة خالص، من غير ما نورق ولا نقطع ولا نعمل اي حاجة. هنعمله مع بعض وهقولك على ايه كل تكاته واسراره، ونعمله بزبدة ولا بسمنة، والكيلو بيطلع معانا كام فطيرة. وممكن وهقولك كمان على مقاس الصينية اللي تحطيه فيها لو انت عاملة اقل من كده. كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. ومقدار السمنة او الزبدة اللي احنا هنحطها مع بعض للكيلو واحد من الدقيق. وكمان هقولك عن نص كمان بالكوباية وبالميزان، واحسن نعمله بزبدة ولا بسمنة. كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو بتاعنا. بس يلا نشوف مع بعض، واعملي لي لايك كده ويلا نشوف مع بعض نعمله ازاي. عندي بولة هحط فيها كوبايتين من المية، مية عادية خالص، المية من الحنفية، لا هي سخنة ولا فترة ولا اي حاجة. وهحط عليها 3 معالق من السكر، فانا هنا بستخدم معلقة صغيرة فهحط 6 معالق. ممكن تقريبا ممكن تحطي معلقة واحدة او معلقتين، السكر ده اختياري. فانا هنا بالنسبة لي بحط على الكيلو 3 معالق كبار من السكر، وندوبهم كويس جدا في المية. بعد كده عندي كيلو من الدقيق، ويكون الدقيق بتاعك دقيق قوي يعمل عرق، علشان الفطير بيحب العجن الكتير عشان يديكي نتيجة كويسة. وانا هنا مستخدمة دقيق الاهرامات، دقيق كويس وبيكون ليه عرق. انا حطاه كده في اكياس وحافظاها في كيس، كل كيس كيلو. وهحط عليه رشة من الملح اللي بنحطها لكل المعجنات، تقريبا نص معلقة صغيرة، بس للأسف ما صورتش معايا. ونبدأ بقى نعجن كويس جدا في الفطير بتاعنا. واول تكة وسر من اسرار نجاح الفطير معاكي هي العجن. لازم تعجنيه كويس جدا، تقريبا من 10 ل15 دقيقة، ولو عندك عجان استخدميه. فهنا انا حسيت ان المية بتاعتي قليلة شوية، فهحط كمان ربع كوباية من المية. يبقى الكيلو اخد معايا كوبايتين وربع بالظبط من المية. وطبعا المية بتختلف حسب نوعية الدقيق، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش سوائل. وهلم العجينة بتاعتي كويس جدا، ولا بضيف لها خميرة ولا بيكنج باودر ولا معلقة زيت ولا اي حاجة، مية وملح وسكر. وهنزلها بقى على الرخامة بتاعتي، وافضل اعجن فيها كويس جدا لحد العجينة دي بتاعتي ما تنعم معايا وتعمل عرق معايا. وكل ما تعجني اكتر واكتر، كل ما الفطير معاكي يطلع احلى واحلى. كده حبيبي تقريبا انا كنت عجنتها تقريبا على ايدي كده 15 دقيقة. وكل ما تتعبي من العجين تريحي وتبداي تعجني فيها تاني. في نفس البولة اللي احنا كنا عاجنين فيها هحطها واغطيها تقريبا نص ساعة تريح بس. عندي بقى على الترابيزة بتاعتي كده وعلى سطح يكون واسع هحط رشة من الدقيق. رشة من الدقيق، مش هنورق ولا نقطع كور ولا اي حاجة، طريقة سهلة بسيطة خالص. وتقريبا عدى عليا نص ساعة، هجيب بقى العجينة بتاعتي كلها اللي احنا عملناها مع بعض، وهنحط رشة من الدقيق ورشة من فوق ورشة من تحت، ونبدأ نفرد في الفطيرة بتاعتنا كلها مرة واحدة. لو انتي ما عندكيش مكان تفردي فيه كويس، ممكن تقطعيها على نصين وتفردي كل نص لوحده، وهيديكي برضو نفس النتيجة. انا هفرد بقى في العجينة بتاعتي دي تقريبا بسمك نص سنتي تقريبا، زي ما احنا شايفين كده حبيبي. انا بفرد فيها وحطي لها دي من فوق ومن تحت عادي خالص، كل ما تحسي ان هي بدأت تلزق معاكي. الفطير مفيش اسهل منه بس اتبعي الخطوات بتاعته. عندي هنا بقى انا هعمله بزبدة، ويفضل في الفطير تكون زبدة، والزبدة بتاعتي دي لونها ابيض لان هي زبدة جاموسي، بتديكي توريقة وفي احلى في الفطير. الكيلو واحد من الدقيق بياخد معايا 400 جرام من الزبدة، و400 جرام ده بما يعادل كوبايتين من الكوبايات بتاعتنا. وطبعا ممكن تقللي عن الكوبايتين، يعني كوباية ونص، كوبايتين الا ربع، وانا خليت حبة على جنب كده. لكن ما تقلليش عن، يعني ما تزوديش عن الكوبايتين، ممكن يقلوا بس ما يزيدوش، بما يعادل تقريبا 400 جرام من الزبدة او السمنة. وممكن تعملي خليط من الزبدة والسمنة. هنا بقى هبدأ ألف العجينة بتاعتي رول كده زي ما احنا شايفين، زي ما بنعمل السنابل بالظبط. وكل ما ألف لفة أضغط. يبقى زي ما اتفقنا إن كيلو الدقيق بياخد كوبايتين من الزبدة أو كوبايتين من السمنة، أو ممكن تعملي ميكس. و وده ممكن تعملي ميكس ما بينهم وتستخدمي زبدة وسمنة، ونحطهم مع بعض كده. وممكن بالميزان 400، وبالكوباية كوبايتين، وممكن يقلوا عن الكوبايتين.
وهلف العجينة بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين كده، وكل ما الف اضغط لحد ما اخلص كل العجينة بتاعتي من غير ما نورق بقى ولا نقطع ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة تتابعيها ان شاء الله تطلع معاكي نتيجتها كويسة جدا. وهنا انا لفيت كل الرول بتاعي كده زي ما احنا شايفين اهوت. هبدأ بقى ان انا اقطع العجينة بتاعتي، كل تقطيعة من اللي انا بقطعها دي هتعمل لي واحدة من الفطيرة. فانا هنا هتلاحظي ان انا بقطع كبير وصغير حسب الصينية اللي انا هفرد فيها. فالصغيرين دول هعملهم في صينية تقريبا مقاس 24، لكن الكبار دول في صينية واحدة مقاس 30 وواحدة مقاس 28، الصواني اللي هي التلاتة او الاربعة اللي بيكونوا فوق بعض. عندي صينية بقى دهنة كده من الزبدة، وهاخد الفطير بتاعي ده وادخله التلاجة لمدة ساعتين. ودي خطوة أساسية ومهمة جدا، لازم تدخليه التلاجة بتاعتك ساعتين وتغطي وشه بكيس بلاستيك كده عشان الزبدة بتاعتي تتماسك وتجمد، لأن لو فردته وهو لسه كده الزبدة هتطلع من الجناب. عدى خلاص معايا ساعتين، هجيب كده نقطة كده من الزيت واطلع بقى العجين بتاعي من التلاجة، ونبدأ نفكه كده بإيدينا واحدة واحدة كده. الصغيرة دي هتعمل لي فطيرة مقاس 24. ممكن انت تعملي الكيلو كله مقاس 24، تقريبا هيعمل لك 7 فطاير. فانا هنا عملتهم 6 او تقريبا 5. هما تقريبا 5 لان فيهم احجام حسب الصواني اللي عندي. وتبداي تفردي فيها كده الاول، تدلكيها بايدك كده عشان تفك من التجميدة بتاعت التلاجة، وبعد كده تبداي تفردي بيها بالنشابة او بايدك هتتفرد. ممكن تحطي هنا رشة من الزبدة او السمنة، بس انا اكتفيت بالزبدة اللي انا حطيتها في الاول. وبعد كده فردت على شكل مستطيل او دايرة، وناخد الاطراف بقى وندخلها ونتك عليها كده في الجنب زي ما هو موضح معاكي في الفيديو كده. كل ما يطلع لي شكل ادخله، كل ما يطلع لي شكل ادخله لحد ما تكور معاكي وتعمل دايرة زي ما احنا شايفينها كده. ودي اول فطيرة عملناها مع بعض مقاس 24. هاخد واحدة تانية برضو نعملها بنفس الفكرة، ان انا بايدي كده وابدأ افرد فيها وهيطلع معاكي مورق وجميل. شايفة عامل بالونات كده من فوق، دي دليل على ان العجينة بتاعتك ناجحة. بس اهم حاجة عندي في الفطير العجين والتريح العجين. احنا ريحناه في الاول نص ساعة، وبعد ما فردناها وقطعناها دخلناها التلاجة ريحت ساعتين، ولسه هتريح معانا كمان. ونبدأ نحط كده زي ما موضح معاكي في الفيديو. كل واحدة من دول هتعمل لي فطيرة. دي تقريبا فطيرة مقاس 28 لانها اكبر من التانية. وبكده حبايبي خلاص هجيب بقى اخر واحدة معايا، هي هفردها برضو هتطلع معايا كبير. دي تقريبا مقاس كانت 28 او 26 كمان، وبفردها بايدك بيطلع كون او بالنشابة زي ما تحبي وتفضلي. اهم حاجة نعملها على شكل مستطيل كده وندخل الاطراف بتاعتها. طريقة سهلة وبسيطة خالص، احسن ما تورقي كتير. لو هتعملي نص كيلو، نص كيلو تقريبا بياخد كوباية من المادة الدهنية سواء زبدة او سمنة. كوباية، ممكن كوباية وربع، بس مش اقل من كوباية على نص كيلو من الدقيق. كده خلاص انا فردتهم اهوت. هسيبهم بقى يريحوا شوية، وبعدين نفردهم تاني. تقريبا هتريح نص ساعة. كل صينية بقى كده هحط فيها الفطيرة واديها بس كده، هفردها بايدي فردة كده زي ما احنا شايفين كده. ادي الفطير بتاعي 6 فطيرات. هسيبهم يريحوا نص ساعة، لان انتي لو فردتيها وهي كده هتلم معاكي تاني. دي تقريبا بعد ما عدى عليها نص ساعة ابدأ افرد فيها كده بايدي، هتلاقيها بتتفرد بكل سهولة. طب انا بفرد ولقيتها ما بتفردش، ريحيها ربع ساعة كمان وهتفرد معاكي احسن واحسن. وده شكلهم يا حبايبي كده بعد ما فردت ال6 فطاير بتوعي. في الوقت ده بكون مولعه الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة عندي 200 220. وفي اعلى من كده الفطير لازم يخش الفرن يكون سخن جدا، درجة حرارة عالية. تقريبا كل فطيرة بتاخد معاكي من 10 ل15 دقيقة. وده شكل الفطير بتاعي بعد ما طلع من الفرن. وكل لو عايزاه طري اللي تطلع من الفرن تغطيها، عايزة وشه مقرمش كده تسيبيها مكشوفة. وده شكله حبايبي خلاص بعد ما طلع معانا. وممكن تديله دهنة كده قبل ما تدخليه الفرن. وده شكله النهائي بعد ما طلع معانا. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسنيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بإشعار.
ودي كل عدد الفطائر اللي طلعت معايا من الكيلو الواحد من الدقيق. كده حبايبي يكون الفيديو خلص معانا، اتمنى تكون المعلومة وصلتك وجربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك، واستناك في فيديو جديد واقولك مع السلامة.